اللي قلبه ضعيف ما يدخلش. وعدتكم بفيديو حصري وقلت لكم حطوا تحت حصري مليون خط، وده ليه؟ لان الوصفه من اختراعي ومن اكتشافي، والله ولا شفتها عند حد ولا نقلتها من حد، انا اللي مخترعاها يا جماعه ومؤلفاها. وبجد هي دي الوصفات اللي تستاهل الترند، هتخليكي تحبي الصيف، لو مش بتحبي الصيف هتستنيه علشان الوصفه دي كل سنه. ما شاء الله حاجه كده بتنعش القلب، بترطب كده وتحسسك ان انت في عالم تاني. ما شاء الله اظن واضح قوي من شكلها وطعمها، اكيد انتم متخيلينه بقى، مش قادره اوصف لكم. بجد بقى الفيديو ده يستاهل منكم لايك، علشان بوعدكم للمره التانيه ان الفيديو اللي جاي حصري، وحطي تحت حصري مليون خط. الفيديو اللي جاي اقوى واجمد واقتصادي وحاجه كده يا جماعه. اللهم بارك، صلوا على النبي يا جماعة. قبل ما نبدأ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت بقى تشجعوني بلايك كده وشير وتعليقات كتير حلوة زيكم، علشان أنا من الفيديو اللي فات وأنا متحمسة أعمل لكم فيديوهات جديدة من تعليقاتكم الحلوة ومن اللايكات القمر بتاعتكم. بحبكم في الله، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. في الأول كده هنستخدم كل أنواع الفواكه اللي احنا بنحبها، مش شرط أي نوع معين، كل الأنواع تنفع. أنا معايا تفاح وعنب أصفر وأحمر وخوخ وكنتالوب وشهد. الشهد ده اللي هو أصلا اسمه شمام، بس احنا بندلعه وبنقول عليه شهد. هفضي كل الفواكه اللي معايا بقطعها كده تقطيع متناسب مع بعضه، يعني على حسب ما أنا عاوزة. لو عاوزاه كبير براحتك، عاوزاه صغير برضو براحتك، هي ما فيهاش أي كتالوج الوصفة دي خالص. حطيت عنب، كنت بدور على كيوي وما لقيتش بصراحة، كان نفسي احط فيها كيوي. حطيت كمان خوخ. حطي كل الفواكه اللي بتحبيها. انا هحط بطيخ دلوقتي، بس علشان مش عاوزة احط في الكوبايات بطيخ، لان كان في فريق عاوز بالبطيخ وفريق لا، فهحط لكم بطيخ دلوقتي. هنا بعد ما قلبت حسيت ان الالوان كلها اخضرات واصفرات، فجبت شوية عنب كمان حطيتهم. هنقلب بقى كل الفواكه على بعض، ولا بنضيف لهم سكر ولا طعم ولا اي حاجة خالص، فواكه يا جماعة فريش. هنا بقى انا جبت الكوبايات دي من محل مستلزمات الاكياس بتاع الشنط والبلاستيك ده، دول ال100 واحده ب25 جنيه. وقلت لكم قبل كده انا قاعده في كفر هرمس يا ولاد. انا مش قاعده في مدينتي، والله العظيم الكيس ب25 جنيه. تمام. هناخد الكيس بقى دوت وهنعمل بقى كوبايات ما شاء الله اللهم بارك كتير، يعني انا عملت 20 كوبايه غير كمان القوالب. تمام. هنفضي فيها بقى الفواكه. طب يا حوريه انا ما عنديش الكوبايات دي، يا قلب حوريه اعملي في اطباق سيليكون، اطباق بلاستيك، اطباق صيني، اعمليها في اي اطباق، ان شاء الله اطباق المونيا. بس المهم ان هي لو في اطباق المونيا مش هتتقلب، هتاكلوها كده بالمعلقه. تمام. لكن لو في اطباق سيليكون او اطباق بلاستيك او الكلام ده كله، ممكن تقلبيها بكل بساطه. تمام. تمام قوي. كمان ممكن تعمليها في قالب او في صينيه، وبعدين بعد ما تجمد تقطعيها براحتك خالص، ان شاء الله بامر الله. عبيت بقى كل الاطباق، وهنا حطيت كل الكوبايات اسفه، وهنا حطيت بقى شويه بطيخ كده، دول ليا انا كنت واثقه ان بالبطيخ هيكون خطير، كلهم قالوا لي لا ما تحطيش بطيخ، وانا واثقه يا جماعه، حسي الطبيخي. عماله اقول لهم انا عندي حس طبيخي، مش مصدقين. بصوا بقى هتجيبوا اي مياه غازيه انتوا بتفضلوها، بس يفضل ان هي تكون صودا، يعني ما تكونش ملونه. تمام. انا استخدمت سبيروس باتس بالليمون، ملكوش دعوه بطعمها، طعمها بره لوحده حاجه، انا بصراحه ما بحبش طعمها لوحده، لكن طعمها في الوصفه حاجه تانية خالص. بنجيب بقى شفشق كده او بوله وبنحط فيه جيلاتين. الجيلاتين يا جماعة لكل كوباية 200 ملي بنحط 3 معالق كبار مليانين من الجيلاتين، يعني بتحسبيها انت بقى. حطينا هنا كوبايتين من المية المغلية، واحط 4 ازايز من السبيروس باتس او الصودا. الاربع ازايز دول بتاع 1400 ملي، لان الواحدة 350. فاضربي بقى عدد الكوباية بتكون 200 ملي، اضربي بقى كل كوباية 200 ملي عليها 3 معالق كبار من الجيلاتين. انا حطيت حوالي ربع كيلو من الجيلاتين، ربع كيلو جيلاتين يا جماعة انا جايباه ب50 جنيه. تمام. هندوب بقى، بصوا في الاول بتلاقوه غامق كده، والناس اللي بتقول لي الجيلاتين ليه ريحه، والله العظيم والله العظيم الجيلاتين اللي بستخدمه ده ولا ليه ريحه ولا اي حاجه خالص. هاتوا يا جماعه من عطار يكون عنده سحب. تمام. يعني دايما شغال، اقرب عطار ليكوا يكون شغال وعنده سحب كتير، ما يكونش عنده الحاجه مركونه. بصوا بقى هتقلبوا في الاول، هتحسوا كده ان لونه غامق، بس لما بتنزلوا بالصودا شويه شويه، خلي بالكم الميه اللي ضفناها على الجيلاتين في الاول لازم تكون ميه بتغلي علشان تخلي الجيلاتين يتفاعل، وبعدين بننزل بالصودا بتلاقوها عملت رغاوي كده وفارت زي الفوار. هو ده المطلوب والله يا جماعه، والله
وربنا شاهد عليّا، أنا ما شُفت الوصفة دي عند حد، أنا اللي اخترعتها وألّفتها. يعني تخيّلت كده الأطعمة مع بعض والدنيا هتكون عاملة إزاي، فعلشان ما الاقيش واحدة بنت حلال بس عاملاها بُكرة والّا بعده بتقول إيه اختراعي واكتشافي والنبي إيه يعني أنا أمّا باعمل وصفة بانسبها لصاحبها، فلا تنسوا الفضل بينكم، مش أكتر من كده. حطيت بقى هنا كده لكل كوباية معلقة سُكّر، تمام، هنحط لكل كوباية من المَيّة معلقة واحدة من السُكّر وحسب الرغبة برضه براحتك. تمام، كل ما تقلّبي كل ما هيفور كده، بس مسافة ما تسكتي وتخلّصي تقليب كده وتتأكدي إنه داب، هتلاقي الفوران راح، يعني بعد ما تقلّبي كل الكمية سيبيه واركنيه على جنب 10 دقايق هتلاقي الفوران ده راح تمامًا، لإن دي الصودا مش أكتر. بعدين بقى هناخد الجيلاتين أو الخليط بتاعنا ده ونبدأ إن إحنا نصُبّه في الكوبايات أو في القوالب أو في الأطباق براحتك خالص، تمام، عارفين والله العظيم عندي ليكم شوية أفكار يا جماعة أنا وأنا شغّالة دلوقتي هاتجنن وانطقها، بس مسافة ما هانطقها هالاقيها بكرة معمولة قبلي والله، وهابقى أنا اللي سرقتها، فعشان كده أنا ساكتة، تابعوني واعملوا لايك علشان أنا واثقة إن هتتبسطوا مني أوي الفترة الجاية، بأمر الله تعالى يا رب، ربنا ما يجيبش أي حاجة وحشة يا رب، ونكون دايمًا مع بعض. حطيت كمان في القوالب كده زي ما أنتم شايفين، يبقى حطينا إيه يا حورية، حطينا لكل كوباية مَيّة احسبي كوباية السوائل اللي حطيتيها عليها 3 معالق كبار من الجيلاتين ومعلقة كبيرة من السكر، خلّصنا ودخلتهم التلاجة والله يا جماعة ما قعدوش ساعتين، ساعتين بس وطلعوا بالمنظر الجميل ده، بُصّوا بقى الجمال يا نهار أبيض! يا نهار بزبزة! مش قادرة أوصف لكم، أنا لحد هنا كنت مبهورة بالشكل بس مش عارفة الطعم. طب إيه رأيكم تتخيلوا معايا الطعم؟ جيلي أو جيلاتين بطعم الصودا، يعني تخيلوا كده ال7 أب مثلًا معمول جيلي بطعم الجيلاكولا تمام، وجواه بقى عنب بيقرقش، جواه تفاح، جواه خوخ مزز، جواه كنتالوب مسكّر، حاجة كده mix رهيب يعني إيه ده! إيه يا بنتي يا حورية أنا هاعمل براءة اختراع على الوصفة دي يا جماعة. حبايب قلبي عايزة ألفت انتباهكم لحاجة قبل ما أنهي الفيديو، حبايبي اللي بيبعتوا لي الوصفات على الخاص ومش عارفين يوصلوا لي، ودايمًا في ناس كتير ما بتعرفش تبعت، أنا متحمسة جدًا إن أشوف وصفاتكم على الفيديوهات بتاعة الفترة الأخيرة دي، علشان كده عندي جروب هاحط لكم اللينك بتاعه هاسميه متابعين حورية المطبخ، هاحط لكم اللينك بتاعه كل اللي تعمل وصفة تخش فورًا تنزّل الصورة، ما ليش دعوة، كل اللي عاملة وصفة من وصفاتي تجري جري كده تنزّل الصورة. هاتابع الجروب بنفسي معاكم خطوة بخطوة بإذن الله. يالّا بينا بقى نقول الدعاء وإحنا مبسوطين وفرحانين كده. اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.